المساحة الايرو. المساحة دي عسولة خالص ولذيذة جدا وسهلة جدا في استخدامها وفعلا عملية ومختلفة عن كل اللي موجود في السوق. موجود منها شكلين، الشكل القديم اللي كان معانا قبل كده اللي هو دوت، واللي عملت لكم فيديو عن استخدامه وطريقة تركيب الخزان واستخدامها سهل جدا، وتركيب الغيارات مفيش اي مشكلة فيها. هي بتيجي وبيجي معاها غيارين، وصراحة هو غيار واحد كفاية. اصلا انا عندي الغيار التاني اهو، يعني بقى انا عندي 3 سنين تقريبا ما استخدمتش الغيار التاني لغاية دلوقتي زي ما هو في كيسه. تمام. الجديدة بقى العسولة دي. بصوا شكل الكرتونة، حتى الفرق اصغر منها في الحجم. تمام، هي نفس الطول بس الفكرة انها اصغر منها في الحجم، لان مش موجود فيها الخزان دوت. الخزان بتاعها جوه الماسورة بتاعتها، وده اللي هنعرفه دلوقتي لما نفتحها ونشوفها. دي الملحقات اللي بتيجي مع الايرو. تمام. ده جسم المساحة، ده شكله من قريب، تتحرك في كل الاتجاهات. تمام. مكتوب عليها طبعا جرين فايبر، جرين واي. تمام. ده شكل الفايبر اللي بيجي معاها الغيار. تركيبه سهل جدا، مختلفة شوية عن اللي قبل كده، بس نفس الفكرة ان هنا مش كاوتش بقى واللي هي البتاعة دي بتتشال او ممكن تتشال، لا، هي اصلا في الديزاين في الصبة بتاعة جسم المساحة نفسه. شايفين؟ بصوا من قريب، هي مش ملزوقة، مش حاجة ملزوقة يعني، فما تقلقيش انها تبوظ. ونفس الفكرة برضو هنا، الجسم بتاع الغيار من ورا هو نفسه اللي بيلزق في جسم المساحة. سهلة جدا وتركيبها سهل. تمام. ده بالنسبة لجسم المساحة. الملحقات اللي بتيجي معاها دوت وعاء كده صغير، ممكن تحطي فيه الحاجة المية، او مثلا ممكن تحطي مية فيها الواح او فيها زيت معطر من الزيوت الطبيعية، او اي حاجة تدي ريحة مع المسح. ودوت زي جاروف كده او مشط اللي هو بتنضفي ممكن بيه، لو مثلا هنا جه فيه شعر او حاجة على الغيار بتاع المساحة، بدل ما تضطري تشيليه عشان تمسحيه، لا، ممكن ان انت ايه، تلمي الشعر ده بالأداة دي. تمام. برضو هنا الأداة اللي بتيجي معاها دي عشان ما تضيعش، بتركب هنا جوه الإطار بتاع المساحة، بحيث ان احنا ايه وقت ما نخلص استخدام يبقى الحاجة بتاعتها موجودة معاها ما تضيعش. تمام. نيجي بقى للإيد بتاعة المساحة. صراحة يعني مختلفة فعلا تماما عن أي حاجة موجودة في السوق يا جماعة. بصوا كده، ده شكل الإيد من الجزء اللي بيركب في هنا. تمام. سهلة التركيب يعني، مجرد ما بتحطي كده بتضغطي بتنزل في الجروف دوت هنا كده النطقين دولت بيلبسوا هنا كده، فخلاص كده بتبقى تركب. مش مجوفة من جوه بقى اللي هو خفيفة تخافي تتكسر زي الحاجات اللي في السوق، لا، مختلفة تماما. تمام. وده الجزء التاني اللي بيركب فيها برضو نفس الفكرة، تتركب وبتضغط تقوم تركب فيها. ده شكل الايد من فوق. ده المكان اللي بتفتحيه تملي منه المية او المنظف اللي انت عايزة تحطيه، سواء الواح سواء ايا كان. تمام. سهل جدا. هنا بتملي بالوعاء دوت وبتصبي هنا، وبتقفليه في هنا زي كاوتشة كده عشان المية ما تطلعش. تمام. بس كده. وده اللي انتي بتضغطي عشان المية تنزل من المساحة منها.
تركيبها سهل والملحقات اللي جايه معاها ظريفه جدا، ما كانتش موجوده مع الايرو القديمه اللي قبل كده. طب في ناس بتسأل هو نفس المقاس بتاع الغيار ده هو نفس المقاس بتاع الغيار التاني؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب وهل يا ترى لو انا عايزه اجيب غيار تاني للمساحه دي، بيبقى متوفر في الغيار دوت، بيجي منفرد لوحده، ممكن تقدري تحصلي عليه، او لو عايزه يبقى تكتفي بدوت ده كفايه قوي. ده الغيار التاني اهوت، نفسه بالظبط، تمام، نفس اللون ونفس الديزاين ونفس كل حاجه. طيب يا ترى هل هما الاتنين قد بعض ولا لا؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. انا اول مره افتح دوت، ما استخدمتوش خالص والله، محتاجتوش الصراحه. هو الغيار الاولاني مكفي قوي يعني. اهمت قد بعض بالظبط، بالظبط بالملي، تمام، نفس المقاس، مفيش اي اختلاف. يعني لو حد عنده القديمه وعايز يجيب غيار اضافي غير اللي بيجي معاها ممكن يجيب، مفيش مشكله، ونفس الشكل من ورا. هي الفكرة ان التانية كان بيبقى فيه في جسم المساحة نفسه حاجات بتدخل هنا جوه الغيار، سيفتي زيادة مش اكتر، لكن ملهاش لازمة، ممكن تلزقي عادي وهتبقى شغالة معاكي تمام، مفيش اي مشكلة. آه، ده كده الغيار اللي بيجي تمام منفرد، وده الغيار اللي جاي مع المساحة. ودي الايرو الجديدة، تمام، الخزان بتاعها جوه الماسورة بتاعت اليد، مش زي التانية. ده التانية كان بيجي معاها الماسورة عادية والخزان بره اللي هو بنملاه وبنستخدمه عادي بس. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، الفرق بين الايرو القديمة والجديدة. شكرا.